في ألمانيا وقع أكبر سطو مصرفي في تاريخ البلاد. لصوص استولوا على أكثر من 52 مليون دولار، لكن ما سيصدمك حقا ليس المبلغ بل الخطة. خلال عطلة أعياد الميلاد استغل محترفون إغلاق المؤسسات المالية ونفذوا عملية دقيقة استهدفت بنك سباركاسي في مدينة جيلسنكيرشن غرب ألمانيا. ومن هنا تبدأ القصة الأكثر إثارة. في هدوء تام تسلل اللصوص إلى مبنى مجاور للبنك، حيث ثبت مثقاب صناعي ضخم استخدم لحفر الثقب عبر الجدار الخرساني السميك المحيط بخزنة البنك دون أن يفعل أي إنذار. بعدها وبلا أي استعجال جرى تفريغ 3200 صندوق أمانات داخل الخزنة. قيمة المسروقات قدرت بأكثر من 52 مليون دولار، وقد تصل بحسب بعض التقديرات إلى نحو 100 مليون يورو. الشرطة شبهت العملية بفيلم أوشنز 11، مؤكدة أن السطو نفذ باحترافية عالية جدا، خاصة مع غياب أي آثار واضحة تقود إلى المنفذين. ويبقى السؤال الحقيقي: كيف تم اختراق بنك يضم كل هذه الثروات بهذه السهولة؟